عالم طب التجميل عالم واسع وما له نهاية وسريع التطور، وصار مطلب للجميع وكافة الأعمار. اليوم رح نتحدث بستايلك عن جديد وآخر تقنيات الطب التجميلي والخيوط الجراحية مع الدكتورة منال شتى، استشارية جراحات الليزر والأمراض الجلدية. أهلا وسهلا فيكي دكتورة منال. أهلا وسهلا. هيدا موضوع يمكن بينطرح جديد على الطب التجميلي، وبدنا نتعرف من خلالك وخلال المعلومات عندك على آخر التقنيات اللي توصلنا لها من الخيوط التجميلية. طبعا طب التجميل دايما في تطور، وكل يوم في طفرة في علم الطب وخاصة الطب التجميلي. الخيوط الجراحية دي لمختلف أجزاء الجسم علشان تسهل على الناس اللي مش عايزين يعملوا عمليات جراحية أو المتخوفين من الجراحات. أول نوع من الخيوط الجراحية مثلا هو للوجه، لشد الوجه. زمان كنا بنعمل العمليات أو ما زالت بتجرى العمليات دلوقتي، اللي هي إن يبقى ليها عقدة في أسفل الوجه وفي فروة الراس، ودي بتبقى عملية وبنج كلي علشان نشد المنطقة المترهلة اللي احنا عايزينها. دلوقتي في إبر، الإبر دي جواها خيوط جراحية. المادة المصنوع منها الخيوط هي الكولاجين، ونفس المادة اللي بيخيطوا بيها عمليات القلب المفتوح، وبالتالي فهم ضامنين ان هي آمنة تماما على مكونات الجلد او مكونات الجسم، لانها بتتحط تحت الجلد. احنا بنحط بنج موضعي اللي هو الكريم عشان نبنج المكان او نخدر المكان، وبعدين بنحط الابره جواها الخيط، بنطلع الابره ونسيب الخيط تحت الجلد. الخيط ده بيعمل على انه يزود الالاستيسيتي او المرونه او يشد الكولاجين الطبيعي بتاع الجسم. وبنحط كذا واحده على حسب، ليهم عدد معين، ليهم طريقه إجراء عملية معينة، بس تحت تأثير بنج موضعي علشان المريض ما يتأذاش وما يدخلش مستشفى، ودي طريقة آمنة والإنسان بيقدر يمارس حياته الطبيعية بعدها على طول. دكتورة بدك تفسري لنا أكثر استخدامات هيدي الخيوط، يعني ذكرتي إنه الخيوط شد أو كولاجين، أو فسري لنا شوي أو خلينا نعرف بالتفصيل لشو بتستخدم هيدي الخيوط. الخيوط في البداية كانت خيوط فقط لشد الوجه، جات لهم الفكرة من انه دي خيوط قلب مفتوح فهي امان بالنسبة للجسم الانسان. بدأوا يستعملوها في شد الوجه فقط، علشان عمليات شد الوش دلوقتي في منها ممكن تشد زيادة عن اللزوم، ممكن يحصل منها بعض الأضرار. البنج الكلي نفسه فيه بعض التخوف من ناس كتيرة دلوقتي، لأن بنشوف إن في أعراض جانبية أو بعض الأخطاء اللي بتحصل من بعض الدكاترة. لكن دلوقتي في طريقة أمان، اللي هي إن احنا نحط الخيوط، عدد معين من الخيوط، بدون ما نعرض الإنسان إنه يدخل مستشفى ويعمل بنج. بعد كده بدأت على نفس السياق يعملوا إبر تانية لبقية أجزاء الجسم، مثلا لنحت الجسم. في منها أنواع من الدهون بنديها على شكل زجزاج علشان تفتت الدهون، لكن دهون معقولة، دهون بكمية معقولة من الجسم. في نوع تاني علشان إظهار العضلات عند الرجال، بس لازم يعملوا بعديها ورك اوت او يعملوا اكسرسايز بعديها ويشدوا المكان، فبتلاقي العضله تبدا تظهر او تبرز بشكل افضل مع الرجال. في اخر تقنيه لسه دلوقتي واصلين فيها في موسكو، ان هم يعملوا الخيوط علشان سد الشهيه، ودي تشبه عمليات تحويل المسار او البالون او ربط المعده. دي بنحطها في اماكن معينه في البطن، بحيث انها بتخلي شهيه الشخص ده اقل من الاول، فبتساعد كبرنامج علاجي على انه ينقص الوزن بتاعه بشكل ملحوظ. يعني استخداماتها امنه وإلها في حلول كتير بهيدي الخيوط. اكيد، بس هي طبعا عايزه دراسه والدكتور يكون مختص فيها، لان احنا بنقعد اكتر سنه ونص او سنتين لغايه ما نقدر نوصل لازاي ان احنا نحطها والعدد بتاعها وانواعها. دي طبعا محتاجه دراسه كويسه، انما هي امان طالما انه اخصائي او استشاري هو اللي بيجري الموضوع ده. دكتورة، هيدي الخيوط آمنة على البشرة، على الجسم، يعني ما فيها أي ردود فعل بعد فترة من إجراء العملية أو الجراحة؟ أنا دايما بقول للمريض إن الطب مش سهل، يعني شكة الإبرة ممكن أنت بتروحي تاخدي عينة دم ممكن يزرق مكانها، ممكن لا، إنما هي الأعراض الجانبية بتاعتها هي أعراض جانبية البسيطة بتاعت أي مكان أنت بتدخلي فيه إبرة، إنه مثلا يحصل كدمات بسيطة، إنه يحصل تورم بس تورم بسيط،
مش مفروض يحصل التهاب، لانه مفروض يجرى تحت عمليه تعقيم كامله طبعا، والدكتور بياخد احتياطه من ناحيه الستاف اللي معاه. ما فيش اي اعراض جانبيه انه توازي العمليات الجراحيه او ان الانسان يخوض في عمليه جراحيه كبيره طبعا. يعني منا خطره مثل ما الواحد بيسمع يمكن خيوط وابر وبيفكر الشخص انه عم بيخضع لشيء صعب، بس انه بحديثك انه كانه هي شغله سهله، او مثل في غنى عن البوتوكس او الفيلر، ولا بتوازي نفس النتيجه؟ هقول لك، هي مع البوتوكس والفيلر ممكن تغني عنها في بعض الحالات، لكن على حسب الحاله. انا لما بكشف على الحاله بشوف لو هو عنده كميه خطوط كتيره، مثلا الخطوط دي بتبقى يا اما دايناميك يا اما ستاتيك، يا اما خطوط حركيه يا اما خطوط ساكنه. فبنبدا الاول لو هو محتاج بعض البوتوكس بكميات قليله عشان يقلل الخطوط الديناميكيه او الحركيه، وبندي الخيوط الجراحيه معاه، فبتدي ميزتها ان بتدي مده اطول، تدي سنتين، تقعد مع الشخص سنتين او اكتر من سنتين. ممكن برضو ان احنا نديها وندي معاها في الخدود بعد الفيلر التعبئه في الاماكن المحتاجه، بس هتبقى بنسبه اقل وهتقعد مع الشخص فتره اكبر، لان هي اساسا فيها كولاجين بيغذي تحت الجلد، بيغذي الكولاجين بتاع الجلد، فبيخلي العمر اقل، وده طبعا اللي احنا بنهدف ليه. وهيدي الخيوط دكتوره بتشكل تقسيم الوش؟ احنا ممكن ان احنا ننحت الجسم وننحت الوش كمان، يعني فيها فن للدكتور اللي بيعملها على حسب قياس الخيط او الابره، وعلى حسب ما الدكتور بيبقى له وجهه نظر. هم بيعلمونا ازاي ان احنا ندرس كاننا قاعدين قدام لوحه، كأن الوش، الأنف، الخدود، العين، الجبهة، بس طبعا بمقاييس معينة. مش مريضة ما تجيش تطلب طلب محدد، لازم هي والدكتور أو الدكتورة يتفقوا على، لأنه الجمال له مقاييس. ممكن البرسنت بتاع من الأنف لغاية الجبهة في عدد سنتيمترز، ممكن تحت في عدد سنتيمترز. فطبعا على حسب ما بيشوف الدكتور. أنا بنصح المريضة أو المريض دايما إنه يسمع للدكتور نصيحته، لأن إحنا بيبقى لينا وجهة نظر في علم التجميل إنه إيه اللي يلبق على واحدة وممكن ما يلقش على واحدة تانية. كم من الوقت ممكن تضل تحت البشرة، أو ممكن تنتهي أو تخاوي الجلد؟ فسري لنا عن هيدي النقطة. هي الخيوط دي معمولة اللي هي خيوط القلب المفتوح، فهي بتقعد من سنة ونص لسنتين، ولو دابت بشكل طبيعي لأن مكوناتها بتشبه مكونات الجسم مش هتعمل أي ضرر. يعني بتتخاوى مع الجسم، بتدوب. بالظبط بتدوب زيها زي أي خيوط احنا بنخيط بيها الجروح، بس بنخيط بيها القلب، يبقى ده دليل إن هي منتهى الأمان. لكن المهم إزاي تتحط، وإن هي في نصايح للمريض إنه يحط تلج مثلا بعدها، بسيطة قوي نصايح اللي بياخدها بعديها، وإن شاء الله ما بيحصلش منها أي ردود أفعال. وبتقدر أي سيدة خضعت لهيدي الجراحة وبعد سنة ونص يعني داب او انه صار بوضعيه الجلد نفسه، بتقدر تعيد العمليه كمان هيدي بكل سهوله؟ ايوه طبعا، وتقدر تحط عدد خيوط، يعني حتى لو حطينا عدد خيوط زياده ما فيش منها اي ضرر، لان هي بتشبه مكونات الجسم وجواها في كولاجين، وما بتديش ردود افعال عنيفه، يعني ما بتشدش الوش زياده، لا هي كانه استك مرهل واحنا بنعيد شده تاني، فبتدي شكل ناتشورال او طبيعي جدا للبشره وما بيبان. يعني كان في مثل من اول، يعني قبل تتفضلوا هلا توصلوا لهيدي المرحله من الطب، كان في الخيوط يخافوا منها بعض البيشنز اللي بيخضعوا لهيدي العمليات، انه بيبان بيقولوا انه البيض بيبان تحته الخيط. او هلا التقنيات اللي عندكم توصلتوا لها ابدا ما له؟ لا ما بتبانش. كانت الخيوط الاولانيه لونها ازرق او تركواز وبيبان احيانا لو الدكتور حطها سطحيه شويه، دي ابدا هي هتبقى مماثله لشكل الجلد. وبرده برجع اقول لو اتحطت بشكل صحيح فما بتبينش ابدا، ما بيحصلش منها ان شاء الله اي مشاكل. وبالنسبه للاعمار، يعني هلا صار التجميل من كافه الاعمار مثل ما ذكرنا، يعني ممكن يعني صبايا بالعشرينات حابين كمان يعملوا شيء يغيروا باشكالهم، ممكن يكون في ديفو معين زي